برحب بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيفي كابتن إيهاب عبد الرحيم لاعب الزمالك السابق. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ سماح. طبعا أكيد يعني لازم أتوجه بالعزاء لحضرتك وأسرة نادي الزمالك كلها في وفاة كابتن محمد صبري. طبعا محمد صبري الحقيقة كان عشرة عمر، وكان زميل ملعب وإحنا مع بعض في الناشئين. يمكن هو كان من الشرقية، بالبيس الشرقية. وصبري الحقيقة كان شخصية جميلة قوي، يعني كان شخصية مريحة ولذيذ وكان حاجة في الكورة. يمكن صبري لو كان عنده استمرارية في الملعب بفترات أكتر من كده كان صبري بقى، كان الأمور كان اختلفت معاه خالص، وكان هو كان علامة بصراحة في الكورة. كان مميز جدا وإمكانياته عالية جدا، وسلوكيا كان شخصية لذيذة الحقيقة. ربنا سبحانه وتعالى يتغمده برحمته ويصبر أهله كده، وإن شاء الله ولاده يكونوا امتداد ليه بإذن الله، وإن شاء الله نشوفهم في مكانة تليق بيهم إن شاء الله. آمين يا رب، آمين. يعني آخر حاجة كانت يمكن لنادي الزمالك مباراة السوبر وأحمد عبد الرؤوف. رأيك الزمالك كان مختلف مباراة بيراميدز عن مباراة الأهلي؟ أنت عارف حضرتك طبعا مباراة الأهلي بيبقى ليها حسابات تانية. يمكن بيراميدز، يمكن الزمالك بتوفيق من عند ربنا ثم كعبه عالي على بيراميدز في اوقات كتير، خاصه في الماتشات اللي فيها بطوله. حكم نادي الزمالك برضو عنده جمهور، يمكن نادي الزمالك كعبه عالي شويه زي ما ذكرت لحضرتك على بيراميدز، لكن مباراه نادي الاهلي ليها حسابات تانية خالص. يمكن الاهلي طبعا زي ما حضرتك عارفه ان شبه تيم متكامل، لكن نادي الزمالك بصراحه يعني خلينا برضو يعني منطقيين وبنتكلم على الارض الواقع. الزمالك برضو عنده نقص في بعض المراكز، يعني يمكن وكمان اللي بيغلف الكلام ده كمان ان نادي الزمالك ما عندوش دكه زي نادي الاهلي. وانت عارف حضرتك ان كل مباراه بيبقى ليها سيناريو، ولازم اوزع السيناريو بتاعه على مدار المباراه. فاللي بيفرق بين تيم وتيم غير طبعا مباراه الاهلي والزمالك بيبقى ليها حسابات خاصه، ان انا بعمل سيناريو على مدار المباراه، واللي بيدعم الكلام ده الدكه اللي معايا. فاعتقد نادي الزمالك افتقد الحته دي، وده اللي ظهر في المباراه، ان نادي الزمالك ما كانش عندوش نفس القوه بتاعت دكه نادي الاهلي، مع طبعا الاستقرار وتعاقب الاجهزه. اعتقد ده برضو بيعمل دروب جامد جدا في نادي الزمالك، مع طبعا عندنا مشكله في الجانب المادي. اعتقد ملف الكوره في نادي الزمالك لازم الفتره اللي جايه يتضرب احسن من كده. يمكن جه مدير رياضي، هل مجلس الاداره ليه دور مع المدير الرياضي؟ عارفه كل حضرتك الحاجات دي بتعمل بلبله وبتعمل اثر سلبي على اللعيبه جوه الملعب، مع حته كمان ان الجانب المادي مش متوفر بشكل كويس. كل الحاجات اللي نادي الزمالك بيمر بيها دي، اعتقد ان نادي الزمالك يبقى في الوقت ده وفي المكانه دي بالنسبه للدوري، ويظهر في مباراه نادي الاهلي بالشكل ده، رغم ان هم طبعا ما وفقوش. فاعتقد ان نادي الزمالك لازم يراجعوا حساباتهم، ولازم يتداركوا الموقف ده بشكل كويس، ولازم يبقى فيه تنسيق بشكل كويس، وفي جانب تخصصي على اساس ان يوصلوا بمراحل كويسه، يوصلوا لمراحل كويسه بالنسبه لنادي الزمالك. القصه مش ان انا اتعاقد مع لعيب، والموضوع مش قصر على كده بس، موضوع الاستقرار، والاستقرار ده بيبقى نابع من الاداره. ففي مدير رياضي، في مجلس اداره، هل الامور ماشيه بالنسبه الامور ماشيه بالتنسيق بينهم ازاي؟ دي برضو علامه استفهام لازم تبقى برضو واضحه، على اساس واللعيبه خدي بالك حضرتك، اللعيبه دي بتعمل تشويش بالنسبه للعيبه. اتمنى الفتره اللي جايه نشوف خطوات ايجابيه على ارض الواقع لارتقاء في المستوى نادي الزمالك، ويتحط في المكان اللي تليق بيه. طيب لو كان سياق المباراه نفسه الاداره الفنيه لاحمد عبد الرؤوف للمباريات. طبعا هو شاب الحقيقه، انا شخصيا يعني معجب بيه، لان هو طبعا عنده باور وعنده روح، ويمكن الميزه عنده كمان ما بيقلقش من المباريات. وما في كده خلي بال حضرتك في مدربين فنيين المباريات دي بتعمل بالنسبه لهم قصه يعني صعبه شويه، لكن هو ثباته ويعني عجبني الحقيقه. لكن طبعا الفتره وجيزه والفتره قصيره طبعا، لازم برضو الجهاز المعاون يبقى فيه دعم بشكل كويس، لازم يبقى فيه تيم وورك ويبقى واضح الهويه بشكل كويس. يمكن لسه انا سمعت حضرتك وانت بتتكلمي على في معد بدني جاي من البرتغال، اعتقد برضو مخطط احمال اللي هو معد بدني هو مخطط الاحمال. اعتقد ده برضو دوره مهم جدا، لكن طبعا هل هو ملم باللعيبه، ملم بكل لعيب؟ طبعا اكيد هيعمل اختبارات ومقاييس والحاجات دي ما فيهاش مشكله خالص، لكن لازم يبقى في تيم وورك يشتغل بشكل كويس. يعني القصه مش قصيره
مقتصره على المدير الفني بس، لكن في تيم وورك بيشتغل بشكل كويس، وكل واحد في الجانب التخصصي بتاعه بشكل كويس مع لعيبه، وربنا يحفظهم من الاصابات. اعتقد لو الحته دي حصل فيها تنسيق بشكل كويس، نادي الزمالك هيبقى ان شاء الله في الطالع الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب نادي الزمالك المفروض عنده مباراه مع زيسكو الزامبي يوم الاحد ان شاء الله. الحد ولا السبت؟ اعتقد الحد ان شاء الله. الاهلي السبت والزمالك الحد. المباراه يعني زيسكو الزامبي ده يعني ما اعتقدش ان هو بيبقى قوي قوي، لكن هي بيبقى غالبا اللي متاهل الكونفدراليه محقق مركز ثالث او رابع. بص حضرتك، اي مدير فني انا ما ببصش الفريق المنافس مين، لكن ببص انا عاوز ايه من المباراه. فطبعا لازم اعمل السيناريو بتاعي بشكل كويس بغض النظر الفريق المنافس مين، لان خدي بال حضرتك كل مباراه برده مالهاش مقاييس مش مقياس، لكن لازم اخد الامور باهتمام، ولازم احفز اللعيبه بشكل كويس، خاصه ان انا خارج من كابوه اللي هي بتاعت ماتش الاهلي. وطبعا هو في فتره زمنيه دي برده، ودي ميزه بالنسبه ان هم على المباراه بتاعت يوم الاحد. فان شاء الله بامر الله نادي الزمالك يفرح جمهوره، لان جمهور نادي الزمالك الحقيقه اعتقد يعني في فترات كتير كان اكتر حد داعم واكتر حد كان مساند هو جمهور نادي الزمالك. فاعتقد نادي الزمالك جمهوره محتاج ان هو يفرح، وان شاء الله اللعيبه تبقى قد المسؤوليه، وان شاء الله يفرحوا جمهورهم باذن الله. الزمالك والمصري محطوطين الاثنين مع بعض في مجموعه واحده، ما كناش نتمنى ان الاثنين يتقابلوا مع بعض. كنا كان نفسنا انه ده يبقى لوحده وده لوحده. انت عارف حضرتك في حاجات كده ما بيبقاش ليها مقاييس وملهاش معايير، لكن ان شاء الله المصري برضو الحقيقه السنه دي مقدم فورمه كويسه جدا، وعاملين اداء كويس، وليهم شكل جوه الملعب الحقيقه، وليه بصمات المدير الفني، ودي نقطه مهمه جدا بترجح كفه اي مدير فني، يبقى بصماته موجوده جوه الملعب على الفريق. واعتقد دي موجوده في نادي المصري الفترات السابقه، لكن ان شاء الله اتمنى كده يعني ان نادي الزمالك ان شاء الله هو يكون الاقرب ان شاء الله باذن الله للصعود. لو رحت للمنتخب الناشئين، وحضرتك خبرتك كبيره في منتخب الناشئين وفي المراحل السنيه دي بالظبط كده، المنتخب دوت لاول مره احنا لما بنتكلم ما بنتكلمش انه يعني دايما لما بنتكلم عن المنتخبات 2005 ولا 2007؟ لا 2007 مع كابتن احمد الكاس 2008 عفوا 8 دايما لما كنا بنتكلم منتخب مثلا اداء وحش كذا، لكن لا يعني منتخب عجبنا، اداؤه كان حلو، في اسماء كتيره بدات تبان في السن ده. الحقيقه يمكن كاداء جماعي وشكل جوه الملعب يمكن الاداء كان على ما يرام الحقيقه، لكن للاسف الشديد يمكن ذكرت لحضرتك من شويه على نادي الزمالك الاصابات. اعتقد دي كان لها دور جوهري في ان خروج المنتخب من بدري. فالاصابات دي الحقيقه بتبقى مشكله وبتعمل دروب جامد جدا، خاصه لما اللعيب يكون خد الفورمه بتاعه المباريات وحصل انسجام، خاصه في البطولات المجمعه كمان والماتشات المتقاربه. يمكن لازم يبقى في روتيشن عشان خاطر برضو اللعيبه بتبقى ماتشات متقاربه، لكن بيحافظ على الشكل العام والانسجام. اعتقد الاصابات دي مع لعيبه مؤثره، اعتقد دي كان ليها دور سلبي واثر على اداء المنتخب في البطوله الحقيقه بتاعه قطر. لكن دي برضو دروس مستفادة، وإن شاء الله نتمنى منتخباتنا الفترة اللي جاية إن شاء الله تعمل إعداد بشكل كويس، ويبقى عندي بدايل أكتر من كده، ويبقى عندي أكتر من سيناريو ممكن أحطه على أساس ما يحصلش دروب زي اللي حصل البطولة اللي فاتت. ان شاء الله الاخطاء المهم جدا لحضرتك خاصه مع المنتخبات ان انا لازم يبقى في دروس مستفاده، والدروس المستفاده دي بتيجي من الخبرات السابقه والمواقف اللي انا بتحط فيها. مش بقفل الملف ونقطه من اول السطر، لازم ابني على اللي انا وقفت عنده. للاسف دي برضو نقطه مهمه جدا، واعتقد ان احنا ما وصلناش للمرحله دي الحقيقه، ان احنا كل حد بيجي نقطه من اول السطر، لا انا لازم ابني على اللي انا وصلت له. دي برضو اعتقد دي نقطة جوهرية، واعتقد لازم الناس المسؤولة عن اذا كان اتحاد الكورة والناس اللي مسؤولين عن لجنة الكورة، اعتقد بقيادة الكابتن علاء نبيل، لازم النقطة دي لازم ندركها بشكل كويس. يعني يمكن حضرتك هم وجهوا الشكر اللي بالنسبة للجهاز بتاع الكابتن احمد الكاس، لازم يبقى فيه تقرير بشكل كويس وتقرير مفصل للصالح العام ومصلحه، لان دي مصلحه بلد مش قاصره على نادي ولا قاصره على فريق. فلازم زي ما ذكرت لحضرتك لازم ابني على اللي انا وقفت عنده، لكن ما ابداش من الصفر تاني. دي برضو نقطه اعتقد بنقع فيها في الفترات السابقه، ولو تداركوا الحته دي بشكل كويس اعتقد المنتخب هيبقى في الطالع الفترات اللي جايه ان شاء الله. أنا يعني في جزئيه خاصه بالناشئين، بس انا هخليها متاخره شويه لان انا عايزه اخد راي حضرتك في اكتر من منتخب تاني، اللي هو المنتخب الاول والمنتخب الثاني دلوقتي
في ناس بتقولك المنتخب التاني بيلعب احسن من المنتخب الاول. هل العناصر نفسها عايزه تثبت نفسها لانه مش كلها كانت قادره انها تدخل المنتخب؟ هل انه المنتخب الاول ما ظهرش بالشكل، يعني ما بين مباراه الرأس الأخضر ومباراة احنا لعبنا مع الرأس الأخضر وأوزبكستان. تمام. أوزبكستان كانت حاجة، شوطها الأول كان سيء جدا الحقيقة، وتعادل شوية بعض الأخطاء. لما جينا في كاب فيردي اختلفت بقى خالص الناس، لأن في غيابات كتيرة جدا، فالشكل بدأ يبان، بدأ بعض الأخطاء تتصلح، بقينا شكلنا مختلف. الفرق بين المباراتين دول وما بين المنتخب الأول والتاني. طيب خلينا بس نصنف الامور واحده واحده. خلينا نبدا بالمنتخب الاول. اعتقد هم ماشيين بخطوات ثابته. يمكن في نقد الفتره اللي فاتت دي على الكابتن حسام وعلى الجهاز اللي موجود الحقيقه، وانا الحقيقه مش مع الجزئيه دي. اعتقد الناس ماشيين المفروض لما انا بحاسب حد يا استاذ سماح ما بحاسبش بالقطعه، انا بحاسب بمدى هو حقق ايه بالحاجات اللي هو اسندت ليه. يعني مثلا في بطوله افريقيا الراجل وصل لمراحل كويسه، وصل لبطوله افريقيا بدون هزيمه. نفس الكلام كاس العالم برضو بدون هزيمه. فالراجل انا اعتقد ان كابتن حسام واصل لمرحله كويسه جدا وفي نجاحات ايا كان. ممكن تصريح بيبقى، خدي بال حضرتك برضو المدرب بيبقى خارج من المباراه بيبقى مشدود، فممكن بيحصل معاه لقاء، فممكن وارد ان انا ابقى مشدود، فممكن في حاجات ما بتبقاش يعني بعض الكلمات تخرج مني مختلفه شويه بناء على الشده، يعني وارد جدا. فبرضو للاسف احنا بنتصيد، ودي برضو نقطه مش كويسه طبعا. للاسف الشديد بنتصيد الحاجات دي بشكل مش حلو الحقيقه. لكن انا لما اجي بقى يبقى كلامي منطقي، وان انا لما اجي احسب الامور او احسب الامور بتاعتي، هو الراجل عمل ايه. وانا اعتقد ان الراجل لغايه وقتنا هذا الراجل محقق الهدف، وهو ده النجاح في حد ذاته. لكن الحاجات الصغيره دي يعني ممكن نتداركها، وممكن في اوض مغلقه ممكن انوه عليها. كان بالنسبه لاتحاد الكوره وبالنسبه للمدير الفني اللي هو كابتن حسام حسن. لكن هو الراجل ماشي بخطوات ثابته وناجح برضو. يعني خلينا في الحاجات اللي هي على ارض الواقع. لكن همسك في كلام، والكلام ده مش ذات قيمه الحقيقه. وانا شخصيا ما الحاجات دي تعطل ما تقدمش. يعني دايما لما يكون حد عاوز يوصل للهدف اللي عاوزه، خلينا نتكلم في الحاجات الايجابيه، وخلينا نمشي في الطريق المنور، بلاش الحاجات اللي هي تعطل والنقد الهدام ده بالنسبه للمنتخب الاول. بالنسبه للمنتخب الثاني طبعا كابتن حلمي طولان خبرات كبيره الحقيقه. وخدي بال حضرتك يمكن في حاجه كده يمكن ما كانتش محطوطه في الحسبان، ان بيحصل منافسه كده لا ارادي، بيحصل منافسه بين الاثنين. وان انا عاوز برضو زي ما حضرتك ذكرت كده، ان بيحصل منافسه تلقائيه، ان انا عاوز اثبت وجودي، ليه ما بقاش انا موجود في المكانه دي. واعتقد دي مثمره للمنتخب. يعني برضو خلينا نبص بالنسبه من الجانب الايجابي. فان شاء الله بامر الله اللي يبقى قد المسؤوليه، واللعيب اللي يتحمل الضغط بشكل كويس هو اللي يبقى موجود ان شاء الله، اذا كان كاس العالم ولا بطوله افريقيا. وكل ده بيعود عن مصر بالنفع. احنا كل ما يكون عندنا قاعده اوسع، كل ما يكون عندي الخيارات اكتر، كل ما يكون ان انا اقدر اعلى بالمستوى. واكبر دليل كده اعتقد المغرب. يعني المغرب واصله لمراحل دلوقتي لانه بنوا اسسوا، ودايما عندهم خطه طويله المدى. دي برضه نقطه مهمه جدا زي ما قلت لحضرتك من سابق، ان انا دايما ما ببداش نقطه من اول السطر، ببدا مطرح ما انا انتهيت. واعتقد كل دي خبرات متراكمه بتوصل لمراحل افضل. فاتمنى نتعلم دروس مستفاده من المغرب. اعتقد دي برضو ما فيش مانع خالص. ايه المشكله لما انا لقيت التجربه بتاعت المغرب ملائمه ليا وملائمه للمناخ بتاعي، ايه المشكله ان انا احتذي بيها؟ يعني بالعكس، ده يزودني ما يقللش مني. فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله نشوف حاجات كده مطبقه على ارض الواقع، ونشوف بلان. ما بمسكش في كلام واسيب الواقع. الراجل واقع محقق بشكل كويس كابتن حسام. مستغرب جامد جدا ان انا ممكن بتصيد كلمه. وارد الكابتن حسام هو بشر برضه، وارد ان كلمه يخطأ فيها، وارد يعني ده طبيعي. لكن ايه اللي موجود على ارض الواقع؟ يمكن هو راجل ذكر حتى بيقول لي كان لو مدرب اجنبي، هو الراجل عليه ضغط وعليه ستريس. وبرضه انا يعني يمكن كابتن حسام كابتننا وراجل طبعا خبرات وراجل يعني امكانياته عاليه. انا بوجه له برضه رساله من خلال حضرتك كابتن حسام، ما بلاش حضرتك تلتفت لهذا الكلام. انت راجل ماشي في خط معين، الحاجات التصريحات والحاجات دي ما تشغلش بالك بيها. هو بيبقى مضغوط قوي. وهو كمان بطبعه حماسي كمان. زي ما انت حضرتك قلت كده، لما بيجي لقاء بقى فبيطلع. هو حتى لما طلع قال لك ايه، انا ساكت بقى لي فتره
بس يعني ادانا عينه صغيره الحقيقه، ما طلعش كل حاجه. فلذلك انا بقول لحضرتك يعني نصيحتي للكابتن حسام، ما تخليش حاجه تعطلك يا كابتن حسام، انت ماشي بخطه ثابته، واعتقد لغايه دلوقتي انت على ارض الواقع ناجح بشكل كبير الحقيقه. ونتمنى كمان ان شاء الله في البطولات المجمعه ان شاء الله يظهر ده بشكل ايجابي وتحقق الهدف اللي مطلوب ان شاء لكن الله. لازم برضو نقول نصيحه لاتحاد الكره، انه اتحاد الكره لازم يكون في ظهر الجهاز الفني بشكل كبير جدا، حتى ضد اي تصريحات بتطلع او اي سوشيال ميديا بتتكلم، لازم الاتحاد يبقى واقف ورا الجهاز الفني. تاكيدا لكلام حضرتك هدي لحضرتك مثال مصغر. اي نادي اداره النادي لو مش مدعمه المدير الفني، تاكد ان حضرتك على المدى البعيد او المدى القصير هيحصل كيرف هينزل، ويحصل انخفاض في المستوى او يحصل فشل. نفس الكلام كحاجه بقى اعم وحاجه اشمل، ان اتحاد الكره ده وضع طبيعي لازم يبقى في ظهر الجهاز الفني، ده لمصلحه لو حصل عكس كده يبقى في خلل. يعني بغض النظر ان انا في شخص انا شخصيا مش لا لا لا، اصل القصه مش قصه اشخاص، دي بلد. فاللي هو اللي يأثر في الجزئيه دي ده لازم يتحاسب حتى لو في اتحاد الكوره. ده وضع طبيعي لازم اكون في ظهر وداعم، طالما انا ارتضيت وخدت قرار ان الجهاز ده يبقى موجود لازم ابقى في ظهره ومدعمه لغايه اخر لحظه. والعبره بالايه؟ بالنتائج. لكن انا هبص ان الراجل مثلا في لا ما فيش الكلام ده. الكلام ده خدي بال حضرتك عفوا يفشل ما ينجحش. فالوضع الطبيعي ان لازم الاتحاد الكوره يبقى في ظهر المنتخب، ده لمصلحه البلد. اللي يمشي في سكه غير دي يبقى هو المخطئ. وللاسف يا سماح في اوقات كتير محدش بيحاسب حد، فدي برضو نقطه برضو لازم تتحط في الحسابات، ولازم الناس تحس الجزئيه دي خاصه في المناصب التطوعيه، سواء مجلس اداره انديه او اتحادات. اللي يحيد عن القصه مش قاصره عن الجانب مادي بس او مخالفات ماليه، لا، في قرارات. خدي بال حضرتك برضو من امن العقاب اساء الادب. فان انا ابقى منفرد بالقرار والقرار ده مش مبني على اساس سليم، لازم اللي يحصل منه هذا الكلام يتحاسب. طبعا انا مش عاوز اقول كلام من الكواليس، لكن انا بكلم حضرتك في الكلام العام، واعتقد حضرتك يعني مدرك انا اقصد ايه. فالوضع الطبيعي ان لازم الاتحاد الكوره يدعم كابتن حسام، مفروض مفيش كلام، مفروض صحيح، مفيش كلام صحيح، خاصه ان الراجل لغايه وقتنا هذا محقق الهدف. صحيح. المنتخب الثاني كابتن حلمي قابل شويه صعاب كده، وانه الثمانيه اللي عايزهم من بيراميدز مش هيبقوا موجودين، في عنده مشكله كمان لما هيلعب يوم 2 ديسمبر، اتحدد ان هو 2 ديسمبر يا هيكون مع موريتانيا يا هيكون مع الكويت، لسه ما تحددش مين فيهم. دي اول مباراه ليه، والثانيه مع الامارات، والثالثه بقى يوم 9 يعني هتكون مع الاردن. لكن المباراه بتاعت يوم 2 دي انت عندك الزمالك هيكون بيلعب قبلها افريقيا في زامبيا، صحيح، والمصري كمان هيكون هو الجدول مضغوط الحقيقه، الاجنده مضغوطه. الزمالك في جنوب افريقيا والمصري هيكون في زامبيا. بيراميدز بقى خارج الموضوع خالص لانه عنده مباراه يوم 3 ويوم 6 في الدوري، فده مستحيل انه هيبقى موجود معاه. فابتدى كابتن حلمي ينقي من الولاد التانيين اللي موجودين ولعب بيهم المباراتين الخاصين بالجزائر. والغريب ان هو لما لعب مع الرديف بتاع الجزائر الحقيقه. لكن خلينا نقول المباراتين دول شفت من خلالهم مستوى منتخب مصر التاني ممكن يبقى. بص حضرتك طبعا التجمعات بتاعه المنتخب دي مهمه قوي يا سامي. يمكن ان الوقت مضغوط ولازم اختار لعيب بمواصفات معينه. يعني لعيب مش قاصر على الجانب المهاري او الجانب الخططي، لا، لازم يكون لعيب عنده شخصيه المنتخب. يعني يمكن حضرتك سمعتي فترات سابقه قبل كده ان ممكن اللعيب ده في نادي كويس جدا لكن ما عندوش ان هو يقدر يلعب مع منتخبات. فلازم اختار لعيب بقوام معين بتركيبه شخصيه بشكل معين. ده طبعا الكابتن حلمي طبعا كابتننا يمكن مراني في نادي الزمالك وهو منظم جدا الحقيقه. يعني كابتن حلمي عنده ميزه طول عمره ان هو عنده الحته التنظيميه دي بيهتم بيها كويس قوي، ومعاه كمان الدكتور محمدي. فهو كابتن حلمي في الجزئيه دي يعني انا مش قلقان ان هو يقدر يبقى عنده قدرات ان هو يقدر يختار حد بالمواصفات اللي انا ذكرتها لحضرتك اللي انا كلمت حضرتك فيها. فان شاء الله بامر الله كابتن حلمي يكون الامور ناس بتساعده بشكل كويس. وهو اعتقد في الفترات السابقه دي كمان في اكتر من انديه في عندهم لعيبه كويسه جدا. يعني في سيراميكا عندها لعيبه كويسه جدا الحقيقه، ممكن يقدر يستعين بيهم بشكل كويس وماشيين اول اهو ما شاء الله
فلا يعني في اكتر من فريق زي ما حضرتك ذكرتي برضو مصر عشان بطوله افريقيا، فلا في ان شاء الله كابتن حلمي يقدر يعمل توليفه كويسه. خدي بال حضرتك برضو الجانب المهم جدا ان في لعيبه مع بعض جوه الملعب لعبهم بيركب على بعض، فالحته ان انا اعمل انسجام بين اللعيبه دي في الفتره القصيره ان شاء الله الكابتن حلمي يقدر يعملها بشكل كويس ويعمل خلطه كويسه من خلال اللعيبه، ان شاء الله يظهروا بشكل كويس اداء ونتيجه ان شاء الله. ان شاء الله. الجزئيه اللي عايزه اسال حضرتك عليها في الناشئين، وهو القرار اللي طلع من الاتحاد الكوره على لائحه الناشئين الجديده، انه 26/27 هيبتدي يتطبق فيها انه الاستماره لمده عام واحد. هي مكتوب عليها كده لكن هي ما بيحصلش فيها كده، العرف جرى على انها تبقى الى ما شاء الله بقى لما يحب النادي يسيب الولد، لما يحب النادي انه يسيب الولد. الفيفا قالت لا، ان هي بتبقى لمده عام واحد وبعدها الولد حر، فابتدى يطلع قرار انه من الموسم القادم هيتطبق هذا القرار. فبقى طبعا ده خبر سعيد جدا بالنسبه للاولاد والناشئين، حتى لو في الثالثه او في الرابعه زي ما قالوا انها هتتنفذ فيها، خبر سعيد جدا ليهم. لكن بالنسبه للانديه انا بصرف على ده، بعلمه، بعمله لاعب كوره، وبطلع في الاخر هو بيمشي مني. فاتقال انه ممكن يبقى في ترضيه للانديه، ان في حاجه اسمها حق رعايه للنادي، برضو ده اللي قاله الفيفا، انه في حاجه اسمها حق رعايه للنادي، ان الولد بيدفع جزء وبيمشي منها. رايك ايه في ده؟ هو بص حضرتك الموضوع ده لازم يدرس بشكل كويس، يعني زي ما حضرتك برضو النادي يبقى لازم برضو زي ما بيصرف على اللعيب، زي ما هو اللي ربنا جعله سبب، هو اللي ظهر اللعيب بالشكل ده، فكده هفضي الانديه لصالح اماكن معينه. يعني برضو يمكن الانديه الكبيره، انديه القمه هي اللي هتستفاد من الكلام ده، لكن الانديه اللي هي امكانياتها الماديه وامكانياتها الفنيه برضو مش على ما يرام او مش افضل حاجه، اعتقد هم اللي هيعانوا من هذا الكلام. فلازم الموضوع يبقى فيه توازن زي ما حضرتك ذكرتي، يبقى فيه حق رعايه، يبقى فيه بند برضه يعمل افاده للنادي حتى لو لعب لمده عام، يبقى فيه برضه ترضيه زي ما حضرتك ذكرتي. لازم برضه يبقى فيه توازن على اساس ان انا برضه ما اضرش النادي، وفي نفس الوقت برضه ان اللعيب يبقى يستفاد في مكانه تليق بقدراته الفنيه. لان برضه خدي بال حضرتك في النقطه دي، هي عمليه برضه عاوزه توازن. اقصد ايه؟ ان اللعيب في لعيب امكانياته بتبقى كويسه جدا، بس يبقى في وسط مجموعه مش كويسه، فما بيظهرش بشكل كويس. لكن اللعيب ده وامكانياته اتحطت مع لعيبه كويسه ومع نادي بيقدر يصرف عليه بشكل كويس، وبيقدر يوفر له تغذيه، يقدر يوفر له مكان يقدر اذا كان هو جاي من الاقاليم او الكلام ده، اللعيب هيظهر كمان بمستوى احسن. فهو الموضوع برضه ليه مميزات وليه سلبيات. عشان كده بقول لحضرتك لازم الموضوع يدرس من جميع الجوانب، وفي نفس الوقت يبقى النادي مستفيد بشكل كويس، وفي نفس الوقت برضه مستفيد على اساس ده هيعلي من المستوى العام بالنسبه للولاد. لان زي ما ذكرت لحضرتك ممكن انا لعيب موجود في نادي مغمور بس مش قادر يطلع امكانياته، لان مفيش امكانيات ماديه، مفيش تغذيه، فاللعيب طبعا ما بيقدرش يتخرج امكانياته. لكن لو اتحط في مناخ كويس اللعيب هيظهر بشكل افضل، فده هيعلي المستوى. حته ان لمده عام دي ده الجانب الايجابي. لكن الجانب السلبي ان انا بدور الانديه اللي هي مغموره، ان انا برضو ما ضمنتلاش حقها، ان هو برضو ما استفادش من اللعيب ده، ان هو ربنا جعل سبب ان هو ظهره على الساحه بالنسبه ان هو سجله في الاول. فلو حصل توازن بالحته دي بشكل كويس، ضمنت حق النادي واللعيب برضو راح في المكانه اللي توافق قدراتي، اعتقد دي هتبقى لصالح الكره المصريه. من المفترض انها تكون لصالح الكره المصريه، لانه انت ممكن توصل النادي، اعمل اليات بشكل كويس تضمن مصلحه النادي، وفي نفس الوقت احط الولد في المكانه اللي توافق قدراته. لانه انت لو اصريت انها النادي لا ما بياخدش حق رعايه او ما بيستفدش حاجه، هيبتدي النادي ما يهتمش اصلا بالاولاد اللي موجودين عنده. خدي بال حضرتك برضو ان في داخل عندنا الجانب الاستثماري ده برضو واخد جزء كبير جدا بالنسبه لقطاعات الناشئين والبراعم. فلذلك انا بقول لحضرتك لو حصل اليات بشكل كويس والموضوع اتدرس من جميع الجوانب، ضمنت مصلحه اللعيب وفي نفس الوقت برضو ضمنت مصلحه النادي، واللعيب برضو يقدر يتحرك في المكانه اللي تليق لقدراته. خدي بال حضرتك قدرات اللعيب دي قابل في وقت كده مع سن البلوغ، مع سن بيحصل طفرات في النمو، فالحاجات دي عاوزه ناس يتقعد اكتر من حد خاص بالجانب الفسيولوجي، حد خاص بالجانب التشريحي بالنسبه للولاد. عشان كده بقول لحضرتك الموضوع يدرس من اكتر من جهه
عشان خاطر نقدر نوصل. خدي بال حضرتك الموضوع ده برضو هيفجر حاجات كويسه جدا. انت عارف حضرتك اي قرار بيطلع جديد ممكن يقضي على الاستثمار اصلا بقى خالص. انت هتبتدي تهتم علشان تبتدي يعني ما يبقاش يعني موجود، لان النادي هيبتدي يهتم، لان انا ده الولاد دي هتطلع لي فلوس. هو خدي بال حضرتك هو الجانب الاستثماري هتلاقيه ماشي في خط تاني، يعني مش هيأثر عليه، ممكن يهدي الدنيا شويه، لكن الجانب الاستثماري ده ماشي في حته، يعني في حته تانيه خالص. فربنا عايزين نقضي على الموضوع ده. ربنا ييسر الحال اللي فيه صالح لاولادنا ان شاء الله. صحيح. كابتن ايهاب شرفتني ونورتني، بشكر حضرتك. انا اللي سعيد اني كنت موجود مع حضرتك، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. اشكرك. ربنا يحفظك. مشاهدينا هناخد فاصل ونرجع نستقبل الاستاذ محمد هانئ الناقد الرياضي بجريده الوطن. خليكم معنا اصدقاء الملاعب.